اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى أخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. أطعم وألذ ممبار هتعمليه على طريقتي بخلطة جبارة بأسهل طريقة، ومش هياخد معاك وقت خالص في التحضير، والطعم ما اقولكوش واو حكاية. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الممبار القمر بتاعنا ده ازاي. انا هشتغل على كيلو من الممبار. معايا كده نص كيلو من الرز. طبعا كيلو الممبار هياخد نص كيلو من الرز. عليهم كده حوالي بصلتين كبار، انا ضربهم كده في الكب او تقطعهم كده على ايدك تقطيع صغير. وبعد كده معايا حوالي قرنين فلفل احمر اللي هو الحامي. طبعا عادي ممكن تستبدليه فلفل بلد لو انت مش حابه الحامي. وضربه كده مع البصل حوالي 4 فصوص من الثوم. ده هيخلي ريحه الخلطه وطعمها في منتهى الجمال. معايا بقى كده التوابل. معايا معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من الكمون، ومعايا كده معلقه صغيره من البهارات المشكله. ومعايا كده هضيف بقى كده الزيت، حوالي نص كوبايه من الزيت. طبعا الممبار يعني بيحب الزيت، مش هنضيف ولا سمنه ولا زبده. ومعايا كده حوالي معلقتين من صلصه الطماطم. وهضيف كده حوالي نص كيلو من الطماطم. انا كده بشراها، او ممكن تقطعيها قطع صغيره. ومعايا ربطتين كزبره وربطتين شبت، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض. معايا كده حوالي كيلو من الممبار. طبعا الممبار تنظيفه انا عملته معاكم على القناه، اللي حابب يدخل يشوف طريقه تنظيفه. هنبدا بقى كده نحشيه بالشكل ده. الخلطه دي في منتهى الجمال، تحفه. طبعا اهم حاجه لما تيجي تحشيه ما تملهوش رز قوي عشان ما يفرقعش منك. هنحشيه وبعد كده هنروح مبططينه كده. يعني اهم حاجه ما تحشوهوش، ما تملهوش رز جامد، يبقى بالشكل ده. هعمل معاهم كمان واحد. انا عملت قبل كده الممبار معاكم كده على القناه بطريقتين، ودي برضو طريقه مختلفه، بس بصراحه في منتهى الجمال، تحفه. هكمل بقى حشو كله بالشكل ده. وبعد كده يكون مجهزه حله على النار، هسيبها لحد ما تغلي. وبعد كده هنزل فيها بطماطمايه، بصلايه، جزرايه. ومعايا كده فلفل اسمر حب، وبوباسينا حب، وفص من المستكه. وهنزل كده بالممبار. وبعد كده هغطيه واروح مهديه عليه النار. ومش هضيف الملح دلوقتي خالص الا لما يكون خلاص قرب معايا على سوا. هغطيه بقى وههدي عليه النار وهسيبه لحد ما يبقى معانا 3/4 سوا كده. هضيف بقى كده خلاص تبقى معانا 3/4 سوا. هضيف بقى كده الملح لحد كده من اكلة الزبيط معاكي. يغلي كده بس بالملح 10 دقايق. وبعد كده هنروح طافيين عليه وشايلينه كده في قلب مصفى يصفي كده ميته. وبعد كده هنحمره كده. خلاص استوى معانا. طبعا انت هتاخدي كده صباع كده، وهتغرسي بقى فيه كده شوكة او معلقة. لو غرست معاكي يبقى كده كده خلاص استوى. هنبدأ بقى كده نحمره. طاسة على النار حطيت فيها حبة زيت. طبعا التحمير ما بياخدش حاجة خالص، يعني هيلون معاك على طول. هنقلبه كده على الناحية التانية، وهشيله على ورق مناديل. ما شاء الله لونه تحفة، اكني بعمل حمام بالظبط، ريحة فعلا خلطة الحمام. هقلي بقى كله بالشكل ده كده. خلاص جهز معانا الممبار في منتهى الجمال، تحفة. ما شاء الله.
طعم وريحة ولون ما اقولكوش. والرز معانا مفلفل مش معجن، ما شاء الله تحفة. اعملي بايدك القمر وهتاكلي احلى واطعم ممبار على طريقتي. جربوها على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.